القصة بدأت في لحظة بدت عادية للغاية. الناس يتجولون بالقرب من الجسر، بعضهم يمشي بهدوء، وآخرون يقفون يتأملون المكان. لكن فجأة وقع ما لم يكن في الحسبان. سيدة إسبانية فقدت توازنها وسقطت في الماء. في البداية لم يدرك كثير من الموجودين خطورة الموقف، لكن بعد لحظات قليلة أصبح واضحاً أن السيدة لا تستطيع السباحة، وأنها بدأت تصارع الغرق. كانت تحاول التمسك بأي شيء حولها، كانت تتحرك بعشوائية في الماء محاولة النجاة. أما الموجودون على الجسر فقد وقفوا في حالة دهشة وارتكاب. البعض بدأ يصور ما يحدث بهاتفه، والبعض الآخر اكتفى بالمشاهدة، وربما اعتقد آخرون أن شخصاً آخر سيتدخل لإنقاذها. لكن في تلك اللحظة تحديداً كان هناك شاب مغربي بين الحاضرين. لم ينتظر كثيراً، لم يتردد، ولم يفكر طويلاً في الخطر. كل ما رآه كان إنسانة تصارع الغرق، وفي لحظة حاسمة قرر التدخل فوراً. دون تردد قفز الشاب المغربي إلى الماء ليحاول إنقاذ السيدة، غير مبال بالخطر الذي قد يتعرض له. لكن ما لفت الانتباه في هذا الموقف لم يكن الشجاعة فقط، بل الذكاء أيضاً. فكما يظهر في الفيديو، قام الشاب بقلب السيدة على ظهرها أثناء وجودها في الماء. وهذه الطريقة معروفة لدى المنقذين المحترفين، لأنها تساعد الشخص الغريق على الطفو فوق سطح الماء. فلو بقيت السيدة في وضع عمودي داخل الماء، فإن وزن جسدها سيجعلها تنزل إلى الأسفل تدريجياً، وقد يؤدي ذلك إلى غرقها. أما عندما تكون مستلقية على ظهرها، فإن الماء يساعد على إبقائها طافية، وهذا بالضبط ما فعله الشاب المغربي. بهدوء وتركيز قام بإسنادها وجعلها تطفو على سطح الماء، ثم بدأ يسحبها ببطء نحو مكان أكثر أماناً. ورغم أن السيدة كانت ثقيلة وترتدي ملابسها الكاملة، فإن الشاب تمكن من السيطرة على الموقف بمهارة واضحة. وفي تلك الأثناء كان عشرات الأشخاص يقفون على الجسر يشاهدون ما يحدث. الكثير منهم كان يصور المشهد، لكن لم ينزل أحد إلى الماء لمساعدته. ورغم ذلك واصل الشاب المغربي محاولاته دون تردد، ظل ممسكاً بالسيدة ويحافظ على بقائها طافية على سطح الماء حتى وصلت فرق الإنقاذ. وخلال تلك اللحظات الصعبة بقي الشاب بجانبها داخل الماء ليطمئنها ويمنعها من الغرق مرة أخرى. وبعد فترة قصيرة وصلت الشرطة الإسبانية وفرق الإنقاذ إلى المكان. تم إحضار قارب مطاطي لمساعدة السيدة على الخروج من الماء بأمان. وهنا أيضاً لم يتوقف دور الشاب المغربي، فقد ساعد رجال الإنقاذ في تثبيت القارب ومساندة السيدة حتى تمكنت من الصعود إليه بسلام. وبفضل هذا التدخل الشجاع تم إنقاذ السيدة دون أن تتعرض لأي أذى خطير. أما الحاضرون فقد بدأوا بعد ذلك بالإشادة بما قام به هذا الشاب. بعضهم أخذ يناديه ويحييه تقديراً لشجاعته، بينما ظل آخرون يتحدثون بالموقف بإعجاب واضح. لقد أدرك الجميع أن ما حدث لم يكن مجرد حادث عابر، بل كان مثالاً حياً على الشجاعة والإنسانية. هذا الموقف أعاد إلى الأذهان سؤالاً مهماً: لماذا يتردد كثير من الناس في التدخل في مثل هذه المواقف؟ هل هو الخوف من الخطر أم عدم معرفة كيفية التعامل مع حالات الغرق؟ ربما يكون السبب مزيجاً من الأمرين معاً، لكن في المقابل هناك أشخاص يتصرفون بدافع الإنسانية قبل أي شيء آخر. أشخاص لا يفكرون كثيراً عندما يرون إنساناً في خطر، بل يتحركون فوراً لإنقاذه. والشاب المغربي في هذه القصة كان واحداً من هؤلاء. ففي لحظة كان يمكن أن تنتهي بمأساة، اختار أن يتدخل وأن ينقذ حياة إنسانة كانت على بعد ثوان من الغرق. وربما بعد سنوات طويلة ستتذكر تلك السيدة هذا اليوم باعتباره اللحظة التي حصلت فيها على فرصة جديدة للحياة، فرصة بدأت بقرار شجاع اتخذه شاب لم يفكر في شيء واحد: إنقاذ إنسانة في خطر.
وفي عالم يمتلئ بالأخبار السلبية، تأتي مثل هذه القصص لتذكرنا بأن الخير ما زال موجوداً، وأن الشجاعة الحقيقية لا تحتاج إلى كلمات، بل تحتاج إلى أفعال تظهر في اللحظات الصعبة. ولهذا السبب فإن مثل هذه المواقف تبقى دائماً مصدر فخر وإلهام، فهي تعكس أجمل ما يمكن أن يتحلى به الإنسان من قيم الشهامة والنخوة والإنسانية. وفي النهاية تبقى الحقيقة واضحة: البطولة لا تحتاج إلى شهرة